السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لقمان للطبخ والحلويات. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفة الجاري فريك قسنطيني الله الله مع خبز الدار. غدوة ان شاء الله بربي ان شاء الله لحينا ربي نحطو اليوم نحط الجاري وغدوة نحط الخبز ان شاء الله. بنين على الكيف. نبدأ المقادير بسم الله. عندي لهنا كمية من اللحم، بصلة، 3 سنات توم وحبة كبيرة طماطم. البصلة اللي هنا البنات درت هذه الطويلة، نتوما لو كان عندكم طويلة ديروا حبة كبيرة. عندي دبشة، مغرفة زبدة، ملح، فلفل كحل، حمار حار وحمار حلو. حطيت كمية من الزبدة. عندي لهنا شوفوا الجاري التقليدي القسنطيني تندار باللحم غنمي مع صدر دجاج ولا كيما تحبوا. لهنا من البنات انا درتو بالبقري. المهم عطيتكم تقليدي باللي راهو يكون بالغنمي، سواء كما نقول حنا شطوب ولا هو الاحسن شطوب يجي بنين، بصح هذا تاني ولا جا ما شاء الله. حطيت المكونات بكل في بعضهم مع شوية زيت، زبدة، قلت لكم فلفل كحل، ملح، حمار حار وحلو. خلطهم مليح كما تشوفوا مع الزبدة ونحطهم تتقلى. انا لهنا متوفر عندي غنمي درت غنمي، عفوا بقري درت. جا تاني بنين على الكيف. شوفوا البنات لهنا قلت لكم قليوه قد ما يتقلى يجي بنين. حطيته على نار قليلة وخليته يتقلى في عقلو. شوفوا كيفاش ولا ذيك العصارة تاعو بكل. شوفوا واني زدت خليته تقلى باه مرقتو. شوفوا لهنا مرقتو على حساب افراد العائلة. مرقتو خليته يطيب. انا قصيتهم هكا البصله والطماطم طرف طرف. انا ندوك من بعد نصفيهم. شوفوا بعد ما تخلي الطياب في اللحم قلت لكم انا راح نصفيه. بعد ما صفيته شوفوا كيف صفيته. نضفت له مغرفة كبيرة طماطم وصبارة، وضفت له لهنا حوالي 2 فناجل فريك. شوفوا درت كاس الاول معمر، عفوا الفنجان الاول معمر والثاني ماهوش معمر بزاف. وخليته هز الغلية مليح، لا كما نقول حنا لا نار قاوية، باش من بعد كي ندير الفريك ما يلصقليش. ومن بعد دليته على نار دليلة طابلي. حطيت له كربوط حار. من بعد البنات شوفوا لهنا طابلي خليته اختار لي شويه عفوا. ضفت له شويه دبشه ليه تاني كي توفر عندكم معدنوس ثاني يجيك مع الكيف عفوا الكرافس قليو به يجي روعه. لهنا شوف البنات مع خبز جا خفيف على الكيف. بغدوه بربي ان شاء الله نحط لكم ان شاء الله يكون خفيفه ظريفه عليكم. ما تنسوش ديروا لي جيم وفي الملتقى ان شاء الله.